يا مساء الورد والفل والياسمين على أحلى عيلة. وحشتوني جدا 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 من حلقة امبارح، وجايه لكم النهاردة بالحلقة الجديدة. بس يا ريت تفرحوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ويلا بسرعة نترفع 10 درجات في الجنة ونصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا على الحلقة بسرعة. كان بيضمها ليه بقوة وبيقول لها ما تسيبهوش، وكأنه ضمه ليها كأنها صدمات جهاز انعاش لقلبها، فحيا النبض من جديد واتحركت صوابعها بحركة بسيطة بطيئة. ما انتبهش ليها غير اللي كان واقف باصص على المشهد بحزن، فاتحرك بسرعة على ابن خالته وقال له لسه فيها نبض. ركان ما انتبهش للي قاله فقال له تاني ركز يا ركان، بقولك لسه فيها نبض، لازم ناخدها على المستشفى يمكن تنجح. زغت عين ركان وهو بيبص لآدم بتشويش، وبعدها عقله ركز في الكلام وفكها من ايده وشالها واتحرك بيها وآدم وراه، ومن وراهم رحيم. ركبوا العربية وهو أخدها في أحضانه ووصلوا المستشفى وحطوه على سرير نقال ودخلت للفحص. الوقت عدى عليه ببطء، انتظر لحد ما خرجت لهم الممرضة وقالت بملامح جامدة محتاجين دم ضروري، المريضة دمها بيه وهي مش متوفرة عندنا. كان تايه مشتت حزين. بس أنا دمي إيه؟ رد آدم وقال ظاهر نفس فصيلة دمها، هتصل بيجي يتبرع لها. انتفض ركان برفض، فبصله آدم بأسوأ، فالتزم ركان الصمت، فالمهم إنها تعيش. جه ظفر بعد شوية مش فاهم أي حاجة، فقال له آدم يلا يا ظفر مفيش وقت، تعالى معايا بسرعة عشان تتبرع بالدم وننقذ البنت دي. استجاب له ظافر واتحرك وراه، وفضل ركان مكانه بألم وهو بيراقبه بينقذ مراته بدل منه وبيديها دمه. عدت الدقايق وخرج ظافر بعد ما اتبرع بالدم اللازم لبوسة، وعرف من آدم إنها مرات ركان، وحكى له إزاي حصل كل ده، وحزن ظافر عليها. كان بيبصله ركان نظرات اشمئزاز ونفور منه، لأنه لولا إن ساب مراته لوحدها وراح لميار اللي كانت منهارة بسببه ما كانش حصل كل ده. ده غير إن شايف غريمه بيتبرع بدمه لزوجته، وكأن القدر بيتآمر عليه وبيخلي ظافر جزء من كل واحد بيحبها، وبيخلي ظافر جزء من كل واحدة بيحبها. فالأولى كان قلبها ليه، والتانية هيتخلط دمها بدمه. خرج الدكتور أخيرا فجري عليه ركان يسأل عن حالها. الحمد لله المدام بخير، بس مش هنقدر نكرر وضعها الصحي قبل الإفاقة، لأنها تعرضت لضربات شديدة بالرأس أدت لنزيف داخلي، ومش هنحدد مدى الضرر اللي ممكن أصابها غير لما تصحى. ركان كان بيسمع الدكتور بصمت وألم، حاسس بالدونية لأنه نقض وعده ليها بالأمان والاهتمام. اتعرضت للأذى بسببه هو، حس هو بالندم وضيق في صدره. صمم يدخل لها العناية، ولما دخل ولقاها نايمة وسط الأسلاك نزلت دمعة ندم من طرف عينه. اتأمل شحوب وشها وحالتها بصمت، مسك كف ايديها الصغير وانحنى وباسه وهمس بصوت مخنوق ودموع أنا آسف، كنت غبي وخذلتك وما وفتش بوعدي ليكي، ما فهمتش انت ايه إلا لما حسيت إن هخسرك. وقتها عرف قلبي انت ايه بالنسبة له، انت وطن لقى بعد سنين من الوحدة، انت حب تمنيته وحياة حابب أعيشها. أنا قلتلك عيشي وعجبني زي ما انت عايزة، بس مش هستحمل عقاب إنك تنسيني وتمحي حبي من قلبك. أنا محتاجك ومحتاج حبك ليا ووجودك، ما تتخليش عني انت كمان. مش عارف إنها مساته وصلت لمسامعها، وصوته بالبحة المتألمة وصلت لعقلها وقلبها، قلبها اللي زادت دقاته بجنون، وعقلها اللي تاه وسط أحلام ومخيلات مش مفهومة. اختلط عليها كل شيء وما بقاش مفهوم. صوته بعيد عنها وعميق بيتردد صداه بيزعجها، بيجبرها تفوق وهي تعبانة محتاجة للراحة. فضلت تحرك صوابعها وترمش، أزعجها الضوء. حس بتحرك صوابع ايديها بين ايده، فرفع راسه يبص لها والأمل جواه. فرح قلبه لما انتبه لرفرفة رموشها. نطق اسمها بلهفة ممزوجة بخوف من المواجهة، نطق اسمها بنبرة عاشق. بوسة حبيبتي، انت فوقتي، أنا آسف يا عمري كله. أخيرا فتحت عينيها واتصدمت بالمجهول. نزلت دموعها والأفكار والذكريات عمالة تيجي في راسها مشوشة مختلطة، خلت أنفاسها تزيد باضطراب وفضلت تصرخ. فترعب من حالتها وحاول يهديها. اهدي يا بوسة،
ده أنا ركان جوزك. صوته ما خلاهاش تهدى زي ما ظن. افتكرت لحظة تخليه عنها وإنه سابها وكأنها لا تعني له أي شيء. بصت له بنظرات كسرت قلبه، لمح الخذلان والكره في عينيها، كره نفسه. لكن قبل ما ينطق حرف كان جهاز النبض على صفارته صفيرة، دليل لاضطراب بنبضات المريضة. جه الدكتور والممرضات بسرعة عشان يتعاملوا معاها، ولحظات وتحول الصراخ لصمت مريب بدون مجهود منهم. وقبل ما يحقنوها بمهدئ كانت هديت وبصت لسقف الغرفة بدموع نازلة على خدها. ارتبك الدكتور وفحصها وقرب هو مع ابتعاد الممرضات بقلق من صمتها. اتصدم من هيئتها دي، حاول يكلمها لكنها ما بصتلوش حتى، وقفلت عينيها مستسلمة لعالم تاني موازي، عالم بتتحقق فيه الأحلام، مش هتدوق فيه مرارة الخذلان، مش هتحب من طرف واحد، عالم هو حبيبها هي لوحدها. دخل رحيم غرفة في الدور اللي تحت بإرهاق وتعب. عاملة ايه دلوقتي يا سارة؟ الولاد أكيد هلكوكي. لا أبدا، وأنا الحمد لله كويسة. المهم أنت طمني على بوسة. الحمد لله خرجت من العمليات، بس لسه وضعها مش معروف. هنستنى لما نفوق ونشوف المضاعفات اللي سببتها الحادثة. حست بالحزن ودعت له وقالت بعدم استيعاب ازاي الحادثة دي تمت معاها يا رحيم، وهي كانت في الوقت ده طالعة من هنا مع ركان ورايحين للمدرسة سوا. اتنهد رحيم قبل ما يبدأ يحكي لها كل حاجة من البداية، من أول حب الميار وبعد كده تشجيع رحيم إنه يتجوز بوسة، وإنه ساب بوسة لما استدعته ميار. سارة بضيق، بصراحة اللي عملك صاحبه ده لا يغتفر، وأعتقد إن تأثيره على بوسة هيكون كارثي، لأني شايفة في عينها عشق ليه، مش هتحس بشعورها غير ست زيها. قد إيه بيكون إحساس صعب وقاتل للروح لما تحس الأنثى إنها بلا قيمة للراجل اللي بتحبه، وإن في قلبه غيرها، وإنه بيرميها بطول دراعه من اتصال واستدعاء لي من واحدة تانية. أنا عارف إن ركان غلط يا سارة، وإنه لسه جواه مشاعر لميار مش هتختفي في يوم وليلة، إنما كمان أنا واثق إن مشاعره البوسة أخدت وضعها بشكل أعمق. أنت لو شفت حالته دلوقتي هتفهمي قصدي. عامل زي الطفل التايه، حاسس إنه فاق لما حس إنه هيخسرها، بس كل المشكلة إن خايف يكون فاق بعد فوات الأوان. هزت سارة راسها بشروط قبل ما ترفعها وتقول أنا قررت أخرج بكرة من المستشفى وأرجع البيت عشان الولاد. أنا بقيت كويسة ومش حابة إن أقعد في المستشفى أكتر من كده، وكمان عشان الولاد. ما تقلقيش، أنا هقدر أهتم بيهم، عارفة إنك تقدر، بس أنا فعلا بقيت كويسة وهرتاح أكتر لما أخرج من هنا. هزلها راسه بموافقة بعد صمت للحظات، وبصت له بنظرات رجاء إنه ما يعترضش. خرج ركان من غرفة بوسة بنظرات شاردة وملامح حزينة، فنظرات اللوم والخذلان في عينيها حرقته وحالتها زلزلته، وهو شايفها بتعاني وبتتألم. الظاهر إن كان عندك حق يا آدم، أنا فعلا أذيتها بجوازي منها، كنت هخسرها يا آدم. لا، أنا فعلا خسرتها، أنا كنت غبي، والله كنت غبي، بس مش عايز أخسرها. قلبي بيوجعني قوي يا آدم. طبطب آدم عليه وقال له اهدى يا ركان، وإن شاء الله كله هيتحل. المهم إنها عايشة وبخير، ويمكن كل ده كان درس ليك عشان تفوق وتقدر وجودها بحياتك. هزله ركان راسه وقال أنا فعلا ما كنتش عارف إني بحبها قوي كده، وإني ما أقدرش أتحمل خسارتها. أنا أذيتها، بس إن شاء الله هعوضها بعد ما حاسب الكلب اللي عمل فيها كده. خرج الدكتور فقرب منه وسأله ركان بلهفة عن حالها، فرد بعملية. للأسف بنعتقد إن دي بوادر أعراض صدمة نفسية، طبعا لسه هتأكد من مرضها بعد ما تقوم بخير ونطلب طبيب نفسي يعينها. اتجمد ركان لما سمع كلام الدكتور. طبطب آدم على ظهره فقال ركان عانت وتعذبت كتير في حياتها يا آدم، وكانت قوية وتحملت المسؤولية رغم صغر سنها، وجيت أنا ووعدتها إن أساعدها وأكون سند ليها، بس أنا دمرتها. أكيد صدمتها مني أنا. آدم بنبرة قوية اسمع يا ركان، أنت غلطت ده صحيح، بس مش لازم تضعف، أنت لازم تقوى عشانها، عشان تطمنها وتدعمها وتحبها يا ركان، فهمني؟ واعمل حسابك ان بعد خروجها من المستشفى هتيجوا على القصر ومن غير نقاش، لان مراتك هتحتاج عناية لوحدك مش هتقدر تقدمها. سكت ركان بشروط. وفي القصر كانت ميار في غرفتها نايمة على السرير، وهي حاسة بالذنب من اللي حصل لمرات ركان،
اقتحم ظافر الغرفة بغضب. ممكن أعرف السبب اللي خليكي تستدعي ركان بدل جوزك اللي ساب مراته في نص الطريق عشان يجيلك، وفي النهاية تكون حالتها كده؟ انتفضت ميار من مكانها وانهارت في العياط. خلى قلبه يشفق عليها، فقرب منها وقعد جنبها ورفع ايده وطبطب عليها، إلا إنها بعدت ايده عنها. انت السبب. ظافر بعدم فهم. أنا السبب؟ أيوة أنت، لأن اللي حصل النهاردة كان بسبب القذرة اللي انت بتخوني معاها. حكت معاها اللي حصل واللي قالته لها، فقال لها بعتاب: وانت صدقتيها يا ميار؟ معقول تصدقي إن ممكن أعمل فيكي كده؟ ده حتى لو مفيش بينا حب، فانت بنت عمي ومستحيل أخدعك وأكون بالحقارة دي. أنا قلتلك إن أنا ما خنتكيش وما صدقتيش. أعمل معاكي إيه عشان تثقي فيا؟ كملت بصوت مخنوق ودموع: أنا شفتك بعيني، كل ما أحاول أنسى وأسامحك صورتك وهي في حضنك وشفايفك على شفايفها بتيجي في خيالي، وأحس بالكره والغضب والنفور منك. أنا مش هقدر أسامحك ولا أصدقك. صعب يا ظافر، صعب أصدق إنك نسيت البنت اللي كنت بتحبها السنين دول، وإنك حبيتني فجأة كده بعد كل البعد والجفا ده منك. حاول يبرر لها، إلا إنها قطعت كلامه: حط نفسك مكاني، وإن أنا اللي عملت كده وشفتني بالمشهد ده، هتقدر تسامحني وتغفر لي؟ بصلها بغضب من كلامها ومل من الاعتذار ليها، والقسم بإنه ما خانهاش، لكنها لسه مش مصدقاه واحتار يعمل معاها إيه لإقناعها. فقلب نبرة حادة: مش هحاسبك على اللي انت قلتيه ده عشان حالتك ومقدرها، وهقولك يا ميار إن أنا ما خنتكيش وإني بحبك. أما بالنسبة لدارين بقى، فأنا هحاسبها على اللي عملته معاكي، وأنا بقولك عشان لو صادف وشفتيني معاها فتأكدي عشان أعاقبها على اللي عملته معاكي وابعدها عن حياتنا. وقام ساب الغرفة وخرج. وعدى اليوم ورجع آدم القصر، ورجع ركان غرفة بوسة الغرقانة في النوم، وراح ينفضل مع سارة والأولاد. دخل آدم بعربيته القصر وهو مش منتبه للعربية اللي بره وجواها جودي بتنتظر دخوله من البوابة. نزل من العربية وهو حاسس بالإرهاق، ودخل القصر وطلع على غرفته أخد حمام، لقى مراته نايمة، فابتسم بإرهاق عليها وهو باصص على انتفاخ بطنها الصغير. فمن لحظة حملها وهي بتنام كتير، جودي شافت عربيته دخلت القصر، فنزلت من عربيتها تسأل عنه. اتحركت بخطوات تقيلة مترددة، والحارس لما لمحها قال لها: تعالي يا بنتي، آدم باشا لسه داخل القصر حالا، حظك حلو. هزت له راسها بابتسامة مهزوزة ووصلها لجوه، فاستقبلتها الخدامة ووصلتها للصالون، وطلعت تستدعي آدم. خبطت على الباب، فراح يفتح لها بسرعة قبل ما الصوت يزعج مراته اللي نايمة. ولما فتح الباب لقى الخدامة بتقول له: في واحدة تحت عايزة حضرتك. آدم باستغراب: واحدة مين دي؟ اسمها ايه؟ قالت إن اسمها جودي وعايزة حضرتك في موضوع خاص وضروري. اتنهد ونزل يشوف مين دي اللي عاوزاه. كانت قاعدة بتوتر، وعقلها البريء بيحاول ترتيب أفكاره عشان يلاقي الطريقة المناسبة لتبليغه بالموضوع. سيطر عليها التفكير في ردة فعله لما تقول له سر مجيها ليه. يا ترى هيصدقها ولا هيكذبها؟ أيا كان ردة فعله لازم يقبلها ويصدقها في النهاية، لأن ده واقع ولازم تقبله زي ما قالت لها هالة، وده للاحتفاظ بجنينها وحمايته ومساعدة آسر عشان جنينها وحمايته من والد جوزها اللي قرر يقضي عليه. جه في عقلها ذكريات اليوم ده والعاصفة اللي دمرت هدوءهم، وافتكرت حالة آسر بعد الاتصال اللي جه وبقى زي المجنون، وهو بيضحك بهستيريا وألم وبيصرخ وبيقول: مستحيل يكون ده صح، مستحيل يكون قدري بالسوء ده. مش معقول خطأ طبي يحصل في معمل زي ده. يعني ايه يقولوا حصل خطأ طبي في المعمل والعينات بسهولة تتبدل؟ شهقت وبصت له بصدمة مش مستوعبة اللي بيقوله، واتحرك بكرسي ليها وهو بيقول: آسف يا جودي، ما كانش قصدي أخوفك. فأخذها الأحضان بحنان وفضلت تبكي لدقايق وهو بيمس لها بالاعتذار. مرت ساعة عليهم وكانت هديت جودي تماما، وجهزت عشان تروح المستشفى وتخضع للجراحة اللازمة، وياخدوا عينة وتحليلها في مقارنة مع دم آسر عشان يعرفوا إذا كان ابنه ولا لا. انتهت جودي من الإجراءات ورجعت البيت، ومرت 3 أيام كاملة وجه ميعاد استلام نتيجة التحاليل. كان آسر ووالده وهالة قاعدين في الهول. رن جرس البيت،
فانتفضت هالة وقامت تشوف مين. ظنته راجل المعمل، لكنها اتفاجئت بشاهي اللي كان كل القلق والفضول لمعرفة النتيجة هياكلها. ما قدرتش الانتظار وقررت تيجي هنا. اللي جابك يا شاهي؟ ما اقدرش ابقى هناك يا سليمان، وانا قلقانة ومتوترة، فقررت اكون هنا معاكم افضل. رن جرس البيت تاني، ففتحت هالة وكان راجل المعمل فعلا. اخدت منه الظرف وقفلت الباب. لقت سليمان قام واخده منها بايد مرتجفة وخرج ورقة النتيجة وبدأ يقرأ اقرار دمار حفيده والحكم عليه بالموت. حس بالاختناق وما قدرش يبص لابنه ويقول له الحقيقة. ما قدرش أسرع الانتظار وحرك كرسي عليه وخطف الورقة. لما طال صمت والده وقرر وتأكد أن طفل جودي مش طفله، زادت نبضات قلبه وحس بألم ومرارة. ففرح قلب شاهي لحد ما قطع الصمت ثورة سليمان لما شاف حسرة ابنه وقال: اهدى يا آسر، أوعدك كله هيبقى تمام. هنتخلص من الطفل اللي مراتك حامل فيه، وهتعمل العملية مرة تانية في مكان مضمون، وهتحمل بابنك، ابنك اللي هيجي على وش الدنيا وينقذك وتعيش حياتك وتربيه. وصل الكلام لسمع جودي وفهمت من خلالها رغبة سليمان بإنهاء حملها، لكنها ما فهمتش ليه. لقت شاهب تمثيل عليها قالت: الطفل اللي انت حامل فيه ده سليمان هيجبرك تجهضيه لأنه مش ابن آسر. حصل خطأ بالمعمل وانت حملت بطفل راجل تاني مجهول الهوية، عشان كده سليمان هينزله. ما استوعبش عقلها البريء، وكان آسر وقتها مغيب. فقت من شروطها لما انتبهت لصوت خطوات جاية ودخل الغرفة آدم. رفعت راسها بتوتر وقامت بسرعة ووقفت، مد ايده ليها يرحب بيها. آدم السيوفي، حضرتك طلبت تقابليني. مدت ايديها بتوتر، فحس بتوترها واستغربه. بص لملامحها وهو متأكد انه ما يعرفهاش، وانتظر تعرفه بنفسها. طال صمتها فقال لها: ممكن اعرف مين حضرتك وليه طلبت تقابليني؟ استجمعت شجاعتها وقالت: جودي شادي، وانا حامل بابنك، ونكمل بكرة أحداث كتيرة شيقة في روايتنا. انتظرونا يا أحلى عيلة.